أهلا وسهلا في يوميات النجوم. كشفت مجلة فيرست ماغ الفرنسية عبر تويتر مفاجأة تعرضت لها الممثلة هبة عبوك بعد تقدمها بطلب للمحكمة للحصول على نصيبها من ثروة أشرف حكيمي بعد الانفصال. وقالت المجلة في تغريدتها أن زوجة اللاعب أشرف حكيمي تقدمت بطلب للطلاق وأرادت أكثر من نصف ممتلكات وثروة اللاعب المغربي. لكن كانت المفاجأة عندما ذهبت إلى المحكمة. صدمت بأن أشرف حكيمي لا يملك أي ممتلكات، وأن حساباته البنكية فارغة. ورغم أن حكيمي هو أحد لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي، إلا أن أي من هذه الثروة لم تسجل باسمه، إذ إن المستفيد من راتبه وميراثه هو والدته، لذلك لم تستطع طليقته الحصول على أي شيء. وأكدت المجلة أيضا أن أشرف حكيمي وضع ثروته بالكامل باسم والدته منذ زمن طويل، منذ بدايته. شكرا جزيلا على المشاهدة، ولنلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.